خليت الكوسة سليمة في السمنة وما تخيلتش تبقى بالشكل ده. شايفين عملت ازاي؟ وبقى لونها كده، وبقت من جوه بعد ما استوت بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين حطيت زيت على سمنة، وهجيب الكوسة غسلتها وقشرتها كويس جدا، وهحمرها في السمنة بالطريقة دي كده. زي ما انتوا شايفين هحمرها كويس جدا، وهوريكم هنعمل احلى حاجة تحفة بيها، سهلة وبسيطة وطعمها يبقى في حتة تانية. بعد كده هصفيها كويس، وبعد كده هشقها اتنين وهي متحمرة كده طعمها حلو قوي. وكان عندي لحمة مفرومة باقي من المكرونة بالبشاميل، فخليتهم على جنب وفكيتهم وخليتها تبقى سخنة بالشكل ده. وعندي البشاميل زي اللي بتعملي بيه بالظبط المكرونة بالبشاميل. هبتدي اجيب الصينية واحط شوية بشاميل وابتدي ارص رقات الكوسة بالشكل ده. وبعد كده هننزل باللحمة المفرومة رق كبير كده. وبعد